السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شعب مصر في طنطا، حسن شحاتة عاشق الزمالك يحييكم من داخل قلعة القاصد بطنطا. طبعا هنا بقى يعني الترعة زي ما احنا شايفين كده حالها كده بقت منظر وحش، فبوجه رسالة للسادة المسؤولين بقول لهم يا تطهروها يا تردموها، لأن دلوقتي تلات أرباع المواطنين المصريين بيبقوا في داخل مراكز الغسيل والفشل الكلوي بسبب الحاجات ديت الاهمال والحاجات اللي احنا فيه ده، لان الميه ديت اللي بنشرب منها وبناكل منها، بنشرب منها الميه اللي بنشربها وبناكل منها مثلا الخير اللي هو ربنا مديهولنا اللي هو في السمك والحاجات اللي هي بتبقى في الارض. لكن لما تبقى المنظر ده بالمنظر ده، يعني الترعه وهي قديمه قبل ما يتم تطوير الكورنيش كانت برضو مليانه قرف وعاوزه تتطهر وكده، لكن لما جه بقى تم تطوير الكورنيش والحاجات ديت والدوله خدت خطوه، دلوقتي الترعه زادت حالتها سوء عن سوء وبقت حاجه يعني صعبه. يعني زي احنا كده، فبجد والله يعني بنناشد الساده المسؤولين بنقول لهم يا تطهروها يا تردموها، بجد يعني حاجه صعبه اللي احنا فيه دوت، بقت حاجه صعبه بجد والله. ادي حال طلعت القاصر اهوت واحنا من داخل الترعه، وحاجه صعبه يعني احنا لو فتحنا كده وجبنا من الاخر هنلاقي ان الحاجه يعني ترعه بطول عرضها كده مليانه. يعني انا كده لو نزلت بس مش عشان هنزل همشي اروح الناحيه التانيه، هعدي اروح الناحيه التانيه، فهي حاجه بقت حاجه صعبه بجد يعني. فبنناشد الساده المسؤولين يا تطهروها يا تردموها، لان يعني الترعه بعد تطوير الكورنيش ماشي، انت طورت لنا الكورنيش وعملت لنا ماشي حاجه كويسه وبتاع، بس الترعه ديت عشان خاطر الحاجات اللي احنا نفسد منها، لان هنا بجد حاجه صعبه جدا، بقت حاجه صعبه على المواطن المصري لما بي لان حاجه صعبه طبعا على المواطن المصري دلوقتي بسبب الحاجات والاهمال ده. دلوقتي تلات ارباع الشعب المصري تلاقيه داخل مراكز الغسيل الكلوي والفشل الكلوي والحاجات ديت بسبب الحاجات ديت كده. حاجتين اتنين، كان زمان كنت اسمع يقول لك ايه، المصري معدته تهدم الزلط، ودي كانت حاجه حقيقه بجد والله العظيم. بس كان زمان كان في ضمير، كان المسؤولين وكده كده، وكانت الناس كانت في ضمير وكان بيحافظوا على الحاجه وما كانش بيبقى فيه اهمال والكلام ده كله. وحاجتين اتحاربنا فيهم لما قال لك ايه معدتهم تهدم الزلط وكده، وناس طبعا في الحرب بسم الله ما شاء الله عليهم وشعب وعندهم نخوه وعندهم اراده وثقافه الارض والعرض والكلام ده كله، فحاربونا دول الغرب واسرائيل الحاجه دي، حاربونا في بحاجتين اتنين، وهي في معدتنا في عقولنا. الخطوه الاولى حاربونا في عقولنا بسبب في فتره ما بين اللي هو بسبب النت والحاجات ديت، وادونا الطاقه اللي هي السلبيه، والنت والحاجات ديت والسوشيال ميديا والحاجات ديت الطاقه السلبيه اللي فيها، وقدروا يسيطروا على الشباب وعلى العقول وعلى الكلام ده كله، فحاربونا في فكرنا. والخطوه الثانيه وهي الاصعب والاكثر سوء، لما حاربونا في معدتنا، وخاصه في فتره ما بين اخر الثمانينات، يعني بنتكلم في سنه مثلا 87 كده 88، اخر الثمانينات واوائل التسعينات، في فتره عهد ولا في فتره الرئيس الراحل محمد حسني السيد مبارك، لما حبونا في معدتنا في عقولنا في معدتنا، لما سيطروا لنا الارض بالهرمونات والكيماويات المسرطنه، ومن هنا حاربونا في معدتنا. وبقت المواطن المصري دلوقتي بياكل اي لقمه بيتعب، يجري على المستشفيات وبيجري على مراكز الغسيل والفشل الكلوي والحاجات دي. كان زمان ما نعرفش احنا نوصل للحاجات دي، كانوا يحسدونا يقول لك ايه المصريين معدتهم تهدم الزلط، فحاربونا ونجحوا هم ودمرونا في الحاجات ديت، حاربونا في معدتنا وفي عقولنا بسبب النت والحاجات السلبيه على النت والكلام ده كله والسوشيال ميديا، وفي معدتنا بسبب الحاجات الاراضي سرطانه الاراضي بالهرمونات والكيماويات المسرطنه في ما بين اواخر الثمانينات وبدايه التسعينات.
فلما حصل الكلام ده كله بقى طبعا ما عادش فيه. فبنناشد الساده المسؤولين بجد، بقول لهم ايه ترعه القاصد دي بعد ما تم تطوير الكورنيش والكلام ده كله، يا جماعه بعد اذنكم يا تطهروها يا تردموها، لان بجد والله العظيم يعني حل منظر الترعه كده ما ينفعش. احنا دلوقتي تيجي تفتح الحنفيه الميه في البيت ولا في اي حته بتلاقي البتاع منزلها مجاري، يعني حاجه جميله. ما احنا من هنا بنتعب. فبنناشد الساده المسؤولين يا جماعه بعد اذنكم يا تطهروها يا تردموها بجد رأفة بالمواطنين، لان بجد حاجه يعني صعبه بجد والله العظيم. يعني تيجي تفتح حنفيه الميه تلاقي الميه بجد مجاري نازله، يعني ميه صرف صحي يعني مش عارفين ولا ايه ولا ما. بجد الميه يا جماعه احنا بنشرب منها وبناخد منها الخير بتاع ربنا اللي هو السمك والحاجات ديت ودي. طب هو دلوقتي الدوله كانت واخده خطه ان احنا توسيع الترع وعمل جدران للترع على مستوى الجمهوريه عشان خاطر موضوع سد النهضه والكلام ده كله، وبالتالي حصه الميه نعمل التوسعه وكده عشان حصه الميه تزيد ونعرف نحوش ميه والكلام ده كله. طيب إيه ده منظر الترعه من الداخل. هل هو ده بقى عشان احنا بنطور عشان كده ولا ايه ده ايه؟ ما احناش عارفين. حاربنا في معدتنا والكلام ده كله. نفسي بجد نبقى يعني نرجع زي زمان، كان عندنا الأراضي الزراعية وكان عندنا الحاجة كنا بناكلها من السنة للسنة. يعني في خضروات كنا ناكلها من السنة للسنة وكان في فواكه ناكلها من السنة للسنة. دلوقتي لما اتحاربنا في عقولنا وفي معدتنا وكمان الأراضي الزراعية ما عادش. كان زمان البيوت المصرية مفتوحة على بعض، الثقافه بتاعتنا اتغيرت وبقت دلوقتي ما عادش الاخوات ما بيطوقوش بعض ولا الجيران بيطوقوا بعض ولا الكلام ده كله، والناس كلها بقت في شحنات لبعض وبيحملوا الضغينه لبعض والحقد على بعض وحاجات صعبه. فيا رب نغير ثقافتنا ونرجع زي زمان ونحب بعض وبجد، والمسؤول في مكانه يعرف ان هو جاي مسؤول مش جاي للمنظر ولا للوجاهه، جاي بجد عشان خاطر هو بيعمل خدمه وشغلته ان هو يخدم المواطنين ويعمل حاجه كويسه للمواطنين. شاف حاجه مش كويسه يصححها، شاف حاجه مش عارف ايه يعملها. ما انتش جاي حضرتك جاي لي منصب ووجاهه والكلام ده كله وتاخد فلوس وخلاص والكلام ده كله. لا انت جاي يبقى في عندك ضمير، لان هيجي في يوم هو ربنا هيحاسبك على منصبك وانت عملت ايه وما عملتش ايه وانجزت في ايه وتقاعست في ايه والكلام ده كله. وبجد يعني بنناشد الساده المسؤولين بجد ان هم يهتموا بالمواطنين، لان بجد احنا في ايام دلوقتي الصعبه بقت صعبه والغلا والاسعار وارتفاع الاسعار والحاجات ديت. فيا رب تهتموا كده وبجد لكل حاجه المحليات وكله اذا كان في المحليات ولا في اي حته الناس تهتم وكل واحد يشوف عمله ويتقن عمله بجد عشان خاطر دي حاجه بقت صعبه بجد. يعني احنا لما نشوف المنظر هنا بره منظر جميل حلو قوي ماشي وعلى دماغنا، بس ماشي الحاجه الاهم الحاجه اللي احنا بناكل وبنشرب منها دي نهتم بيها. فبجد والله العظيم يعني بنناشدكم يا تطهروها يا تردموها. وحاجة تانية دلوقتي احنا برضو بنناشد السادة المسؤولين بجد يعني ان هم يكونوا على قدر المسؤولية بمعاناة الشعب المصري في الارتفاع وغلاء الأسعار وجشع التجار والحاجات اللي تغلى. فبجد والله العظيم أقول كلمتين وأجري على الله. بلدنا ديت نعمة كده مليانة خير ومليانة حاجات، وبإذن الله بس بلدنا عاوزة ضمير يحكمها بجد. ربنا يرحمنا برحمته. وبجد والله العظيم يعني يا رب تبقى كل واحد يهتم في مكانه كده ويكون على قدر المسؤولية في مكانه. ويا رب احفظ لنا مصر أرضا وشعبا وجيشا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حسن شحاتة عاشق الزمالك. تحيا مصر.